ازالة التاتو ده اصعب الم انا مريت بيه. ما كنتش اتخيل ان انا هتوجع بالشكل ده وانا بشيله. الوجع وانتي بتشيليه ابشع مما تتخيلي. كلكم عارفين ان انا كنت رحت لبيوتي صالون، قالوا لي ان ده لون وبعد سنة هيختفي تماما، واكتشفت ان ده تاتو دايم. بعد سنة ما راحش، التانية ما راحش، التالت سنة ما راحش، رابع سنة ما راحش. مش مسامحة اللي عملتهولي لاني انا اتضحك عليا والموضوع دخل في حرمانية، وانا طبعا راح اشيله عشان ربنا عز وجل، واتمنى ان ربنا يسامحني. الموضوع ما اتشالش من اول جلسة. دي او الوجع ده انا عشته في اول جلسة، المفروض لسه في 7 جلسات تاني غير اول جلسة دي، يعني المفروض اعمل 8 جلسات من ازالة التاتو عشان اللون موجود لجوه. اتمنى ان اي بيوتي صالون ما يضحكش على اي حد فيكم، والموضوع يا جماعه فعلا تاتو مش لون زي ما بيتكذب علينا وهم بيضحكوا على ناس كتير. لقيت ناس كتيره مضحوك عليهم وراحوا المكان ده عشان يشيلوه. محدش يضحك عليكم تاني لان ازالته مؤلمه جدا. انا شلته لما لقيته كذا مره ما بيروحش. مامتي الله يرحمها قبل ما تموت وصتني لو ما اتشالش تروحي تشيليه. غير وصيه ماما، انا حابه اروح العمره وحابه ارجع الصوره بتاعت زمان، بس لازم اتخلص من القرف ده. ده بالنسبه لي قرف. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عايز خلاص محدش يعملوه يا جماعه، لان الموضوع بعد كده بيقلب بحرق وبنحط ميبو، وبعد 21 يوم نعمل الجلسه الثانيه.